مساء أو صباح الخير من حلقة جديدة وتاريخ على ورق. حلقتنا النهاردة حلقة جديدة بتتكلم عن ليه بنحب الخلفة. ساعات كتير بنقول إن الأولاد أو الخلفة عزوة أو إنهم ظهرنا، وساعات تانية بنقول أنا يا ريتني ما خلفت كتير أو فكرت في الخلفة أصلا. الحكاية دي من سنين السنين، احنا على مر العصور كنا بنتعامل مع امر الخلفة ده بشكل، والنهاردة الامر اصبح بشكل تاني وله دوافع تانية خالص. ده اللي هنعرفه النهاردة في حلقتنا تاريخ على ورق، ويلا نبدأ. بدأت الحياة البشرية على الأرض منذ خلق آدم عليه السلام وحواء، ومن هنا كانت فكرة الخلفة أمر إلهي وأساسي لابد منه. الخلفة علشان إعمار الأرض، علشان يطلع من بعدها نسل ورا نسل، عيلة ورا عيلة، قبيلة ورا قبيلة، وتنتشر في الأرض البشر، ويبدأ يسطر التاريخ سطوره الأولى، ويصبح ابن آدم هو صاحب كل حدث في كل عصر. نستشف من ده إن الخلفة مع أول الخلق مش داخلة معانا في الحسبة بتاعة شكل وغرض الخلفة زمان من دلوقتي، لأن طبيعي كان معروف غرضها وسبق وقلت إعمار الأرض. الفراعنة وفكرة الأسر اللي ما كانتش من فراغ، واللي كل أسرة كانت بتخلف كتير جدا من أجل توارث الحكم بينها وبين بعض، وده كان الغرض الأول والأهم في قصة الخلفة، هي توارث الحكم. ودي توارثناها إحنا من بعدهم في عصور وعصور، وأنا هنا بتكلم كبشر مش بس كمصريين وعرب. واللي بنشوفه حتى الآن الأمر موجود في بعض الممالك زي المملكة العربية السعودية مثلا، والإمارات العربية المتحدة وغيرهم. أسرة تتوارث الحكم، وده غرض وسبب رئيسي اللي هو التوارث. السبب الآخر في كثرة الإنجاب بيعود لفكرة العزوة. زمان كان عدد السكان قليل جدا، وما كانش فيه إلا الراديو كوسيلة ترفيهية وانشغال للوقت، فكان الصعب على الرجالة والستات زمان إنهم ينشغلوا أو يلاقوا وقت يرفهوا عن نفسهم بنفسهم، فكانت الطريقة الوحيدة اللي تملى فراغهم هي صوت الأطفال وإزعاجهم وعياطهم، وده كان بالنسبة لهم الونس والأمان. وكان الغرض والهدف الرئيسي بناء حياة للأولاد ومعيشة مستقرة، وأربي وأكبر وأطلع مدرس ودكتور ومهندس. التجربة نجحت وورثها جدي وجدك زمان من أبوه، وخلف له 12 عيل اللي من ضمنهم أبوك يا متابعي العزيز. طبعا ما أقدرش أقول على بابا عيل يعني، بس كلنا كنا عيال. المهم، ومع مرور الوقت وظهور التلفزيون وانتشاره أصبحت وسيلة الترفيه وانشغال الناس أكتر، وإن بقى الوقت ضيق سنة، واليوم بقى يعدي بشكل أسرع إلى حد ما. ومع الزيادة السكانية الملحوظة وغلاء المعيشة، لأن متطلبات الحداثة كترت والرفاهية زادت، فأصبح عبء على أبوك متابعي العزيز إنه يخلف زي جدك. ومن هنا قرر يخلفك أنت وإخواتك الاتنين وبس، ورضي ب3 أحسن من مفيش، وهو التلفزيون مالي الفراغ ونلحق ننام علشان نروح الشغل. ما هو مفيش شغل في الأرض ولا فلاحة زي زمان. نسيت أقولك إن من أسباب العزوة زمان هي الحياة الزراعية اللي كانت بتملى البيت في الريف، وإن قلما وجدت دكتور مهندس مدرس. وده مش عيب في الحياة الريفية، بالعكس، ده لأن الحياة الريفية كانت هادية وجميلة ومستقرة، بس الأرض كان خيرها كتير، وكان الرجالة تحب اللي يشارك ويتوارث الأرض دي عيل من عيالها، مش حد غريب. نرجع تاني ومع تطور الحداثة والانفتاح والعولمة، ونقفز قفزة دلوقتي ونشوف ليه أصبحت الخلفة عبء، وليه أصبحت مشكلة وأزمة. وفكرة العيل بيجي برزقه حقيقة، بس أصبح اللي بيخلف أكتر من 3 النهاردة أكنه رمى نفسه في التهلكة. رزقه هيجيله بس هيتظلم وهيعيش في ظلام دامس. سبق وذكرت إن الراديو كان أول وسيلة تشغل الآباء بين ال4 حيطان، وكانت حيلة عبقرية بيلاقوا وناسهم فيه، بس ما كانش كافي. ولما التلفزيون دخل مباشرة تخلى البشر عن الراديو، وبقى ده وناسهم الأكبر. ناس جوه شاشة بتضحكني وتبكيني وتشغل بالي، فمش محتاج لونس تاني.
فطبيعي مع الانفتاح التام والنت والانتشار الغير عادي وانه اصبح جزء اساسي في حياة الانسان بل ولا بد منه، حرفيا اليوم بيعدي في 4 ساعات بس وقت فراغ تقدر تلاقي ونسك فيهم. الدنيا كلها بقت فاتحة على بعض، قريبي على اللي مش قريبي، واللي من أوروبا وأمريكا وآسيا يدخلوا بيتي وأدخل بيتهم، وكل ده في ثواني. هجيب منين وقت للخلفة؟ النقطة التانية ودي أساسية، مش هكدب عليك علشان سامعك بتقولي والوضع الاقتصادي يا عم. هقولك ما أنا سبق وذكرت إن متطلبات الحداثة أفقرت الإنسان حاليا وخليته ما يفكرش غير في نفسه وغصب عنه للأسف. فأصبحت المعيشة صعبة، أصبحت الحياة عبارة عن رفاهية في كل شيء إلا في أساسيات الحياة زي الجواز والخلفة. حرفيا الشباب منقسمة لأربع أرباع، ربع مش عاوز يتجوز لأن الانفتاح محرموش من حاجة ومش لازم أوضح أكتر من كده، وربع عاوز يتجوز ومش قادر ماديا، وربع متجوز وخايف يخلف لأنه مش حمل التكاليف، والربع الأخير عنده مشاكل جنسية. الزمن مر وعدى وأصبحت دلوقتي الأوضاع أكثر سوء، لأن ببساطة الإنسان مرضيش بالجزء اللي هو عايش فيه، حب العزوة بس جه عليه الوقت اللي طمع في العزوة والغنى، فلا طال ده ولا ده. مع نهاية حلقتنا بقولك حكمة مهمة: السعيد الذي يرضى بنصيبه. ربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، بس أهم حاجة ودي نصيحة مني ليك في الزمن ده، ما تنويش تخلف إلا وانت مأمن مستقبل ابنك أو بنتك من وهم في رحم أمهم لسه. ده اللي كان عندي النهاردة في حلقة تاريخ على ورق. أشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش تشتركوا وتشيروا الفيديو لو عجبكم. سلام.